في الفيديو ده هعلمك ازاي تعملي البيتي فور الملوكي، حاجة كده منتهى البساطة، تكاليف قليلة جدا. نص كيلو دقيق عملنا يعني يعتبر علبتين من العلب اللي انتي شايفاها دي، وعايزة اقولك كمان دايب جدا وطعمه تحفة. واقولك على شوية تريكات كده في العجينة تعمليها وبأمر الله هيطلع معاكي احلى كتير من بره، بعيدا بقى عن التزويق الشعبي والشوكولاتات الفروماسيل ولا المربى. يلا ندخل على الفيديو بتاعنا. بس قبل ما ابتدي الفيديو كده تصلي على النبي وما تنسيش تحط اللايك صلى الله عليه وسلم. 375 جرام من الزبدة، خليط ما بين السمنة والزبدة. لو مش موجودة عندك ممكن تستخدمي نوع واحد بس مفيش مشكلة. لو هتستخدمي السمنة حطيها شوية في التلاجة قد 10 دقايق كده قبل ما تستخدميها. انا هنا علشان حطيت زبدة على معلقتين 3 سمنة بلدي، فما فرقش معايا ان هما يبقوا متماسكين. ضربتهم كويس كده بالمضرب لحد ما اتغير القوام بتاعهم. وخلي بالك ان الزبدة بتستخدميها وهي بره التلاجة، لو كانت موجودة في التلاجة حطيها 30 ثانية في الميكروويف وارجعي اضربيها تاني علشان ما تبوظش معاكي المضرب. بعد ما القوام اتغير نزلت عليها ب100 جرام من السكر البودر، وده انا طحناه في البيت يعني ضامنه نظافته وجودته. بعد ما حسيت كده ان القوام بقى كريمي قوي وفتحي لونه زي ما انتوا شايفين، نزلت عليه على طول ببضايه بدرجه حراره الغرفه وبباكيتين من الفانيليا. تضربيه بقى كويس قوي. وفي المرحله دي لازم يبقى كل حاجه بدرجه حراره الغرفه، ما بقاش حاجه عندك ساقعه او مطلعاها من التلاجة، لان هيفصل الخليط معاكي وهيبوظلك الوصفه. ضربت وقت طويل كده زي ما انتوا شايفين، انا بس بسرع الفيديو عشان وقت الفيديو. وابتديت بقى انزل هنا بنص كيلو من الدقيق، مش هستخدمهم كلهم، هشيل معلقتين بالظبط وهقول لكم دلوقتي انا هعمل بيهم ايه. ابتديت طبعا افرغ المضرب وابتدي اتدخل بايديا اعجن زي ما انتوا شايفين. يا دوب ان انا الم بس العجين، البيتي فور ما بيتعجنش. ابتديت كده المه زي ما انتوا شايفين كده لحد ما بقى ده القوام. انا هنا لاني هعمله بالشوكولاته وهعمله بالفانيليا فهاخد نص الخليط بس، حطيته على المعلقتين الدقيق اللي انا قلت لكم عليهم، ودول هحط بدلهم في الخليط التاني او الكميه بتاعه العجين التانية معلقتين كبار من الكاكاو. ويفضل طبعا يبقى الكاكاو الاسباني عشان حرفيا بيديله ريحه الشوكولاته بالظبط، وبيديله نكهه كده وطعم ملهوش حل. ابتديت هنا احط نفس كمية الدقيق اللي كانت في الطبق التاني، احطها على الخليط النص التاني من العجينة بتاعتي لحد ما وتعجني فيها لحد ما توصلي للقوام اللي انتي شايفاه ده. طري جدا وممكن يكاد يكون بيلزق في ايدك. انا هنا سبتها دقيقتين كده على ما اجهز بقية الادوات بتاعتي. جبت هنا كيس الحلواني وجبت البلبلة بتاعة البيتي فور، وهنا كان عندي 2. انا بصراحة دي يعني في واحدة منهم صغيرة جدا وفي واحدة منهم وسط، فانا استخدمت الوسط لان الصغيرة جدا دي هتتعبني شوية لان العجينة بتاعتي يعني مش نفس القوام بتاعة البيتي فور بتاع الاكياس. فانا اضطريت استخدم الكبيرة شوية، ولاني ما عنديش اللي المفروض اصلا بتاعة البيتي فور المفروض بتستخدمي لها رقم 6، انا اللي كانت موجودة عندي هنا رقم 7 فاستخدمتها. وقلت يعني الدنيا تمشي مفيش فيها اي مشكلة. جبت الكيس وحطيت فيها البلبلة بتاعة البيتي فور، وابتديت بقى احط فيها شوية من العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك بتنزل بمنتهى السهولة. الكيس ده بتلاقيه عند اي محل مستلزمات حلويات في اي مكان او في اي محل بتلاقيه موجود بسهولة. هتاخديه بقى وتبتدي تشكلي الشكل اللي انتي حباه، ولو لقيتي شكل مش عاجبك بتشيليه وبتكملي بقية الكمية براحتك خالص، ما بياخدش معاكي وقت ولا مجهود. الكيس بيفضل وقت طويل معاكي وبيعيش، وممكن تعملي بيه وصفة و2 و3. شكليه بقى بالشكل اللي انتي عايزاه وبالحجم اللي انتي عايزاه على حسب وقتك. وابتديت طبعا عملت اللي بالفانيليا وركنته، وابتديت طبعا علشان اعرف السوا بتاع اللي معمول بالشوكولاتة او بالكاكاو. ابتديت احط في اول الصاج وفي اخره وفي نصه بيتي فور بالفانيليا يكون فاتح عشان اعرف درجة التسوية بتاعة البيتي فور بتاعتي وما يتحرقش معايا لانه طبعا لونه غامق. طبعا دخلته على درجة حرارة 180 من تحت بس، ورفعته لأول
رف في الرفوف بتاعة الفرن وطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. انا بصراحة ما بشغلش الشواية خالص على البسكوتات او المعجنات بتاعتي، بتاخد اللون الحلو ده من غير ما اشغل عليها الشواية عشان ما تتحرقش مني، بس لمجرد ان بنست النار كده وببعدها خالص، مش بخليها موجهة بشكل مباشر، يعني يبقى تحتيها النار بشكل مباشر واسيبها كده تاخد راحتها في التسوية. زي ما انتوا شايفين اللهم بارك محافظ على شكله وما فرش معايا، وعايزه اقولك دايب دوب، لمجرد ان انتي بتمسكيه كده ما بيستحملش معاكي طبعا، لان الزبده والسمنه بيبقوا سخنين، فلازم تسيبيه على الصاج مش اقل من ساعتين 3 لحد ما الدنيا تهدى شويه. وده الصاج التاني عرفت التسويه بتاعته من البيتي فورا اللي هي بالفانيليا، علشان خاطر لونها فاتح كده وبتبقى بتبين قوي الشكل السوا اللي من تحت، فما بتخليش البيتي فور بتاع الشوكولاته يتحرق مني. ابتديت بقى اسيح شوكولاته بيضه وشوكولاته دارك واغطسه فيها. التزويق ده بقى بتاعكم، جبت شويه مكسرات لوز وعين الجمل وفستق، وابتديت اطحنهم كده واشكله زي ما انتوا شايفين. طبعا ما تحاوليش تستخدمي الفورماسيل والحاجات اللي هي بتبقى رخيصه شويه، بيبقى شغل شعبي. عايزه تزوقيه بالمربى زوقي براحتك، بس بيرطب كده وبيخلي البيتيفورايه طريه كده معاكي بعد وقت. الشوكولاته بتخليها تشد نفسها كده وتبقى متماسكه. طبعا التزويق ده في ايديكي، بس عايزاكي لما تعمليه تبهريهم بجمال الاشكال بتاعه البيتيفور، كانك حرفيا جايباه من اكبر محلات من محلات الحلواني. وبرده مهما كان التزويق في ايديكي براحتك خالص، بس عايزه اقولك كل ما تكلفي كده وتعملي الحاجه كاني حرفيا جايباها من بره هتبهريهم، وكمان مش هيحبوا حاجه بره عن حاجه البيت اللي انتي بتعمليها بايديكي. لحد هنا الفيديو خلص، لو حاسه انك استفدتي متنسيش تحطي لايك، والسلام عليكم.